السعودي، حيث لقاء الإسماعيلي بطل كأس مصر 2001 والاتحاد اتحاد جدة بطل كأس ولي العهد السعودي 2001. خميس العويران دولي أيضا، والأمامية عند مرزوق. ومرة تانية بيحاول النادي الاتحاد، والبداية ساخنة والعرضية، ومين متابعه بره الملعب؟ بره الملعب اهو بيتكلم محمد صبحي بيقول في تسلل كون من 4 من اللاعبين، وعبد الله الواقد بيلعب كرة طويلة قوية وبيحصلها محمد صبحي. يعني لعبها لوب في الزاوية اليمنى لحارس المرمى. شوف محمد نور بيلعب كرة طويلة داخل منطقة 18 بالراس اللعب والى خارج الملعب، وحكم المباراة ايضا بيحتسب خطأ انه في احتكاك مع حارس المرمى. وهذه المنطقة منطقة 6 ياردة هي يطلق عليها المنطقة المحرمة لحارس المرمى، واي احتكاك في هذه المنطقة على حارس المرمى للاسماعيلي اللي بدأ حقيقة من خلال الدقائق الماضية في تكثيف هجوم. هذه الكرة تأتي من فوق العارضة الى خارج الملعب. هذا الكلام ان الاسماعيلي بدأ يمتلك تجهيز وتصويب وتعد احد المحاور الارتكازيه المهمه وراسيه على طول. وعماد النحاس خلف هذه الكره، عماد بيلعبها قويه تتخلص جميله من مبروك زايد. والاجمل هذه الكره التي لعبها عماد النحاس الشبيهه بكره عبد الله الواقد. شوف هنا على طول. وهنا يطلق حكم المباراة الدولي قاسم شعبان صافرته معلنا انتهى الشوط الأول. وهجمة للاتحاد، اللعب قوية اللعب، يا على هذه الهجمة السريعة. يضيع الفرصة تلو الأخرى من خلال بداية شوط المباراة. اللعب طويلة أمامية بالرأس التعدي خطيرة للإسماعيلي. عدت الرأسية بجانب القائم. شوف هذه الإعادة وهذه التنفيذ السليم، والرأسية من محمد بوشريشة تعدي كرة إلى خارج الملعب. رأسية لاعب يجيد كما أسلفت الضربات الرأسية. وتعدي في الوسط، ناطر يلعب كرة طويلة أمامية الحمزة يلعبها. يا سلام يا حمزة، طويلة أمامية بسيوني يلعبها وبيحصلها. مبروك زايد. ناطر اللاعب المحترف المغربي الذي بيقدم في الحقيقة لمحات راقية وجميلة من خلال أدائه عندما نزل في شوط المباراة الثاني. حمزة بيلعب كرة ولافة وعلى طول تعدي، والشمولية في الأداء في وسط الملعب، وتمريرة قوية اللعب. مناف يلعب كرة اللعب عدت. ناطر بيحاول معاه أيضا اسلام الشاطر إلى خميس الذي ربما أعاد ترتيب الأوراق في خط الوسط. ناطر بيلعب كرة بينية اللعب، ناطر بيحاول، حمزة جول الهدف الذهبي. انتهت المباراة. اتحادية سعودية من خلال الهدف الذهبي.